تخيل ان انت ممكن تستبدل جهاز لابتوب بالحجم ده كله بجهاز اصغر من ده بكتير. هتسألني هتقولي طيب اصغر قد ايه؟ هقولك قد كده اهو. انت متخيل معايا؟ هو ده. خلينا نشوف. محدش يقدر ينكر الشغل العظيم اللي عاملاه مايكروسوفت في خط انتاج التابلتس واللابتوبات بتاعتها. على مستوى الهاردوير الشركه مميزه جدا، لدرجه ان القلم اللي مايكروسوفت اعلنت عنه مع التابلت بتاعها السيرفس برو 8، القلم ده كان بيديك فيدباك او احساس بيحاكي احتكاك القلم الحقيقي مع ورقه حقيقيه، ولو غيرت نوع القلم الاحساس بتاعه بيختلف، ولو استخدمت القلم كانه استيكه عشان تمسح حاجه معينه على الشاشه احساس القلم كمان بيختلف. فتخيل الشركه اللي بتحاول توصلك تجربة مستخدم عميقة بالشكل ده لما تفكر انها تعمل موبايل، الموبايل ده هيكون وضعه عامل ازاي. الجهاز اللي معايا ده هو المايكروسوفت سيرفيس دو، اول تجربه من مايكروسوفت في عالم الموبايلات بعد الكارثه اللي كانت عملتها مع نوكيا مؤخرا. الموبايل ده جاي علشان يقدم تجربه مستخدم مختلفه تماما عن باقي الموبايلات، والتجربه دي قد تقترب بشكل حقيقي لتجربه اللابتوبات. جهاز من بره مش هتلاقي فيه تقريبا اي حاجه ممكن تتفاعل معاها، ولكن لما بتفتح الجهاز بتشوف الدنيا بعيون مايكروسوفت. شاشتين جاهزين لخدمتك في سيناريو استخدام مكتوب بعنايه. لكن للامانه في الاول محتاج ارفع القبعة لتصميم مفصلات هذا الجهاز. المفصلات هنا سلسة وناعمة جدا وبتقف في اي زاوية انت عاوزها زي ما انتم شايفين. المفصلات دي كمان بتخلي صوت قفلة الجهاز بصراحة حاجة كده تغسلني من جوه. يا سلام. وحتى ملمس الجهاز مميز. المفصلات بتاعته هنا هتلاقيها جايه من المعدن اللامع جدا، ووش وظهر الجهاز من الاربع نواحي هتلاقيهم متغطيين بالزجاج اللي محمي طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5. وكمان هتلاقي فريم الجهاز اللي للاسف جاي من البلاستيك، ولكن البلاستيك هنا مطفي واحساسه في الايد مش هتحس ان هو رخيص على الاطلاق. للامانه الجهاز ده رفيع بشكل انا مش متخيله. كل جزء من اجزاء الجهاز سمكه تقريبا قد يا دوبك منفذ التايب سي. فانت متخيل معايا سمك المنفذ قد ايه؟ الجهاز هنا يا دوبك يعني ادخل منه بحاجه بسيطه علشان لما تيجي تشحنه يبقى ايه الكابل راكب في مكانه بشكل طبيعي. فسمك الجهاز هنا فعلا رفيع جدا. ولكن بالرغم من هذا التميز في التصميم في حركه تصميميه انا شايفها الصراحه حركه غبيه شويه، وهو ان زرار الباور مفصول عن الفينجر برينت اللي موجوده في فريم الجهاز. بمعنى صح البصمه مش هي اللي مدمج فيها زرار الباور، ده لوحده ودي لوحدها. فالموضوع هيلخبطك في الاول ولكن مع الوقت هتبدا تتعود عليه. فالمهم دلوقتي خلينا بقى نتكلم عن المهم ونتكلم عن تجربة الجهاز الحقيقية. سناب دراجون 865 مع 6 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 128 جيجا جايه من نوع UFS 3.0. مواصفات قديمه شويه ولكنها ما زالت قادره انها تقدم لك تجربه جهاز فلاج شيب. ولكن للاسف الشاشات هنا هتعيق تجربه اداء الجهاز السلسه شويه، لان الشاشات هنا جايه بتردد 60 هرتز. الشاشتين اللي موجودين في الجهاز كل شاشه منهم جايه بحجم 5.6 بوصه وبدقه غريبه شويه 1800 في 1350 اللي هي تقريبا تقدر تقول عليها كده مجازا الفول اتش دي بلس. ولو قست الشاشتين مع بعض كانهم شاشه واحده هتلاقي ان الاثنين هنا حجمهم تقريبا 8.1 انش اللي هو تقريبا كانك كده ماسك تابلت في ايدك. وطبعا لا يخفى عليك الحواف الكبيره شويه بتاعت الجهاز اللي موجوده فوق وتحت، ولكن هي تعتبر منطقيه الى حد ما علشان يبقى في مكان تقدر تمسك منه الجهاز فعلا وانت بتستخدمه. اول ما تفتح الجهاز وتلاقي الشاشتين دول قدامك هتسال نفسك سؤال بديهي جدا، طيب هو انا هعمل ايه دلوقتي؟ سؤال حقيقي، هو انا هستخدم الشاشتين في ايه؟ هل هفتح برنامجين مع بعض في نفس الوقت، ولا هفتح برنامج واحد بشكل مكبر على الشاشتين، ولا هقلف الجهاز وهستخدم شاشه واحده منهم، ولا هحط الجهاز على الترابيزه في التنت مود واتفرج على فيديو كأن الموبايل هنا بيمثل لي ستاند، ولا هعمل ايه بالظبط؟ الصراحه كل ده انت تقدر تعمله، وهي دي فعلا حلاوه الموبايل ده. يعني مثلا ان انت تفتح برنامجين في نفس الوقت على كلا الشاشتين علشان تقدر تؤدي مهام اكتر في وقت اقل، ده واحد من ابرز الاوضاع اللي انت ممكن تستخدم بيها الموبايل علشان يفيدك من خلالها. وكمان عشان مايكروسوفت عارفه ان دي هتكون واحده من ابرز مميزات الجهاز، فحطت خاصيه فيه ان انت ممكن بدوسه واحده تفتح برنامجين على كلا الشاشتين عشان تقدر توصل بشكل سريع لترتيب البرامج المريح ليك على كلا الشاشتين عشان تقدر تأدي اكبر قدر من المهام في اقل وقت ممكن. وموضوع ان انت كمان تفتح برنامج واحد على كلا الشاشتين هنا هتلاقيه عملي جدا، ولكن برضو الخط الفاصل اللي في النص هنا هتلاقيه مضايقك شويه بطبيعه ان دول
شاشتين منفصلتين مش شاشه واحده قابله للطي. وبالمناسبه لو انت فاتح تطبيق على احد الشاشات وعاوز تنقله على الشاشه الثانيه، بتسحبه من تحت كده وبترميه ناحيه الشاشه، هتلاقي التطبيق اتنقل معاك على الشاشه الثانيه. السوفت وير هنا مبذول فيه مجهود، بالاضافه للمجهود المبذول كمان في ميزه الكومبوز مود اللي ممكن تخليك تستخدم الجهاز ده فعلا كانه لابتوب، ودي هتكلم عليها كمان شويه علشان فيها شويه تفاصيل. ولكن الصراحه الحلو ما بيكملش. في حاجات في الجهاز ده هتضايقك شويه، واولها هو موضوع السوفت وير. السوفت وير هو اي نعم مبذول فيه مجهود كبير عشان يقدم لك التجربه دي، ولكن ما زال فيه بعض الاخطاء الرخمه شويه. يعني على سبيل المثال مش هتحس ان السوفت وير قادر يتعامل مع حقيقه وجود شاشتين بشكل ذكي كفايه، فبالتالي ممكن تحصل بعض البجز او التقطيعات وانت شغال. كمان الجهاز احيانا كتير مش بيقرا اتجاه مسكتك صح، يعني ممكن تبقى ماسك الجهاز بالوضع ده وتلاقي الشاشات لفه على وضع مختلف، فدي برضو من احد الحاجات اللي اتكررت معايا كتير. كمان لاحظت ان احيانا كتير الايماءات بتاعه الجهاز مش بتشتغل لاول مره. هتقول لي يمكن مشكله في التاتش، هقول لك لا، التاتش شغال عادي جدا في كل حته، بس السوفت وير مش بيقدر يتعرف على الايماءات بشكل دقيق علشان يقدم لك تجربه سلسه. والصراحه الموضوع ده محزن شويه، لان الجهاز ده نازل بقاله فتره ووصل له ابديت الاندرويد 12، والمفروض ان هو وصل له ابديتس كتير بتعمل فيكس او بتصلح البجز والاخطاء اللي موجوده في السوفت وير. فالمفروض ان هو حاليا ان هو يكون وصل لدرجه النضج الكافيه اللي تخلي التجربه مستقره الى حد كبير، ولكن للاسف واضح ان هو لسه فاضل له شويه على ما ينضج فعلا. وعلى سيره الاشياء الغير ناضجه في الموبايل ده، فالكاميرا هنا واحده من ابرز الاشياء دي. الكاميرا الموجوده في الجهاز هي كاميرا وحيده جايه بدقه 11 ميجا بكسل. انا عارف ان هو رقم غريب ولكن هي دي الدقه. والكاميرا دي جايه بفتحه عدسه f2.0 وهتلاقي جنبها فلاش. اولا الوصول للكاميرا صعب جدا، زي ما انتم شايفين الجهاز من بره ما فيهوش اي كاميرات، الكاميرا موجوده جوه فوق الشاشه. فبديهيا عشان استخدمها لازم افتح الجهاز. هفتح الجهاز والفه على شاشه واحده وهفتحه بالبصمه، وبعد كده هبدا اخش على تطبيق الكاميرا. الجهاز مش راضي يسمع معايا البصمه من اول مره، مش عارف ليه، ولكن افتح يا صاحبي انا عمده والله. طيب ماشي. anyway انا فتحت الجهاز فهبدا افتح تطبيق الكاميرا. فتح معايا الكاميرا السيلفي زي ما انتم شايفين. فعلشان انقل على الكاميرا الخلفيه مفيش زرار يخليك تنقل، لان هي الكاميرا يعني فوق الشاشه، فانت لازم تلف الجهاز، ولما تلف الجهاز المفروض يبدا يعرف ان انت لفيت، فيقول لك دبل تاب علشان تنقل على الشاشه الثانيه. هتدوس دبل تاب فالجهاز هيبدا ينقل على الشاشه دي، والكاميرا موجوده في الظهر، فبالتالي وقتها هنقدر نقول ان دي بقت كاميرا خلفيه زي ما انتم شايفين. فبصراحه الموضوع مش عملي اطلاقا، يعني لو انت في حاجه مستعجل عاوز تصورها على ما تعمل الليله دي كلها، هتكون الحاجه دي خلاص انتهت ومش هتعرف او مش هتلحق تصورها. فالكاميرا موجوده ولكن مش عمليه على الاطلاق. هتقول لي يمكن في المقابل الجوده بتاعتها كويسه، هقول لك برضو لا خالص. الكاميرا هنا متواضعه ومش محصله حتى كواليتي الكاميرات اللي موجوده في موبايلات الفئه المتوسطه. الكاميرا مناسبه لو هتصور بيها الصبح، الالوان بتاعتها هتلاقيها مقبوله، التفاصيل مش بطاله، لكن الصراحه بالليل الوضع اصعب، هتلاقي فيه نويز والتفاصيل اقل، وتصوير الفيديو كويس الى حد كبير في الصبح، ولكن بالليل بيكون صعب شويه. على الجانب الاخر البطاريه اللي موجوده في الجهاز الصراحه افضل بكتير من تجربه الكاميرا. البطاريه اللي موجوده في الجهاز هنا 3600 ملي امبير، بطاريه صغيره نسبيا ولكن تجربتها مش سيئه. الجهاز وصل معايا تقريبا متوسط من 4 ل 5 ساعات من السكرين اون تايم او وقت عمل الشاشه، والاستخدام ده كان متنوع سواء كنت بستخدمه على شاشه واحده او على الشاشتين في نفس الوقت. ولكن طبعا لو انت تستخدم الشاشتين طول الوقت اكيد المده دي هتكون اقل من كده. والجهاز هنا بيدعم الشحن السريع، وهتلاقي معاه فعلا في العلبه شاحن سريع بقوه 18 واط. على الجانب الاخر تجربه الجهاز هنا في الشبكات كانت كويسه جدا. الجهاز بيدعم خط واحد وبيدعم شبكه ال 4G، وللاسف مفيش فيه مكان لكارت الميموري، انت بس هتستكفي بال 128 او ال 256 لان الجهاز هنا متوفر بنسختين. الشيء المؤسف كمان في الجهاز هو ان صوت السماعه بتاعته الصراحه صعب جدا. هو الصوت مش عالي ومش واطي، الصوت مستواه كويس، ولكن كواليتي الصوت نفسها مش حلوه خالص. الصوت كده هتحس ان هو رفيع وما فيهوش بيس كفايه. لو جيت فكرت ليه هتلاقي ان الموضوع منطقي شويه، لان سمك الجهاز هنا رفيع جدا، فبالتالي مفيش مساحه داخليه تخلي السماعه تكتسب الضخامه بتاعتها،
الموضوع هنا منطقي، ولكن انا من جوايا برضو ما زلت كنت اتمنى ان الصوت يكون احسن من كده شويه. نيجي بقى للسؤال المهم، هل ينفع فعلا ان انا استخدم الموبايل ده كلابتوب حقيقي ولا لا؟ والاجابه هنا مايكروسوفت جاوبتها من خلال وضع الكومبوز مود. ببساطه انت تقدر تفتح الجهاز وتلفه، ولو فتحت اي برنامج بيستوجب الكتابه هتلاقي ان الشاشه اللي تحت اتحولت بشكل كامل لكيبورد عشان تقدر تكتب عليها بشكل مريح. والموضوع هنا بيبقى ممتع جدا، انت تبقى ماسك الجهاز بالعرض والجزء اللي تحت هو الكيبورد والجزء اللي فوق هو الشاشه، فبتحس كده ان انت فعلا ماسك لابتوب. ولكن المتوقع مع اللابتوب هو ان بيكون فيه تاتش باد بتقدر من خلالها تحرك السهم اللي موجود على الشاشه. فهنا للاسف مفيش سهم بيبقى موجود على الشاشه، بالرغم من ان في حته فاضيه بتكون موجوده تحت الكيبورد. لو كانت مايكروسوفت خلت الحته دي كانها تاتش باد واقدر من خلالها ان انا احرك سهم بيظهر لي على الشاشه اللي فوق، وقتها كان ساعتها استخدام الموبايل ده هيكون مشابه بشكل كبير جدا لللابتوب. فانا كنت اتمنى ده يكون موجود، لان ده كان هيغير تجربه الاستخدام بشكل كبير جدا. لكن في حاجه هنا انا عاوز اقولك عليها، الجهاز ده صدر في اخر سنه 2020، ومايكروسوفت بعدها بسنه في 2021 نزلت الاصدار الثاني منه السيرفس دو 2. ولكن للاسف الشديد مايكروسوفت قررت انها ما تنزلش اصدار او تحديث ثالث للجهاز ده، وقررت انها تتخلى عن فكره الشاشتين المنفصلتين وتتبنى فكره ان الجهاز يكون بشاشه واحده ولكن قابله للطي، زي ما احنا شفنا في الاوبو فايند ان او حتى في الزي فولد من سامسونج. انا شخصيا شايف ان ده مش صح، لان الجهاز هنا تجربته كانت مختلفه جدا عن تجربه اي جهاز تاني موجود في السوق. يعني كنت اتمنى مايكروسوفت تبذل مجهود اكتر وتبذل وقت اكبر علشان تقدر تخلي التجربه بتاعت الجهاز ده ناضجه بشكل اكبر علشان تبقى مناسبه لكم اكبر من المستخدمين. ولكن لسه هنشوف توجه مايكروسوفت الجديد في الشاشات القابله للانحناء هيوصلنا لايه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن المايكروسوفت السيرفس دو. فلايك وكومنت وشير وسبسكرايب، وطبعا لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات. وكان معاكم حمود الخياط، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.